عالسلامة، مرحبا بكم متابعي قناة سيكلاما ويب تيفي. كما عودناكم احنا اليوم في قلب الحدث باش نقول لكم اللي صاير في مركز التدريب والتخييم الدولي ببورسعيد، واللي هو تدريب قاتل الكشافة التونسية اللي يضم جميع الاقسام اشبال وزهرات كشافة ومجدات جبال ودليلات، كما قام ايضا باستضافة بعض القادة من بلدان اخرى مثل ليبيا وعمان وغيرها. قائد سيف الدين الجبالي، مدير التدريب بالقيادة العامة للكشافة التونسية، وكذلك في الدورات التدريبية هذه المنسق العام للدورات التدريبية. أنا توا باش نحكي لك على أنه عندنا 15 دورة تدريبية تويكا مقسمة بينات 10 دورات تدريبية تمهيدية و5 دورات للشارة الخشبية. الدورات هذه كما تعرفوا مهمة ياسر في التأهيل القيادي متاع القادة متاعنا باش يكونوا قادة وحدات بارزين إن شاء الله. هذه راهو حاجات يعني تدخل في الاستراتيجية متاع المنظمة ككل. التنمية المستدامة كانت ولا زالت معناها في الفترة الأخيرة معناها حديث الساعة معناها وحاجة مهمة على الآخر. يعني مازالت يعني نجم نقدموا فيها الأكثر ونقدموا في تدريبنا محتوى يعني يخص الحاجة هذيك ان شاء الله في القادم معناها بارابور بالفيزيون معناها جديده للجمعيه ان شاء الله للمنظمه باش نشوفوا معناها شنو هي لي بوزوان اللي عندنا توا، ندرسوا الواقع، ندرسوا احنا وين موجودين، شنو هي البوزوان اللي عندنا، وان شاء الله تكون الحاجه هذه موجوده. علاش لا معناها الحاجات اللي تسكي رقمي والحاجات هذه معناها موجوده ونخدموا عليها، وان شاء الله تكون مطوره اكثر في الدورات القادمه. بالنسبة للسهرة الختامية تسمى سهرة نار المخيم، اللي هي نختتموا فيها الدورة التدريبية ولا الدورات التدريبية متاعنا ولا الحدث التدريبي هذا الكل. السهرة هذه باش تكون معناها تنطلق بطقس معناها الأولاني متاع سهرة نار المخيم، اللي هو باش ننجدوا يعني حول النار ونجتمعوا يعني جميع الدراسات اللي موجودة هنا من تمهيدية وشارة. بعد ما يكملوا الطقس هذا ولا بعد ما يكملوا السهرة هذه باش يمشيوا للمرحلة اللي بعد اللي هي سهرة مفتوحة يعني للدورات الكل باش تقدم منتوج خدمت عليه من أول الدورة، حضرت المنتوج متاعها. هذا هو يعني فما متنوع يعني سهرة باش تكون بين عروض وبين حاجات هكاكا وبعض من المفاجآت خليكم تكتشفوها معنا في السهرة. والله أجواء التدريب ياسر محلاها معناها دراسات وكل شيء معناها تحس روحك تستفيد على الآخر، وبرشا حاجات جدد قاعدين نتعلموا فيها وبينسوش نوصلوهم لزهراتنا إن شاء الله. أكثر حاجة عجبتني في التدريب الحقيقة البراعات والأنشطة اللي عملناهم اللي نجموا نستلموا منهم باش نجموا نعطيهم للزهرات كبلوس معناها اليوم هما ولينا احنا زاد. القائد عبد الحكيم الشامخ من مفوضية بنغازي كشاف ليبيا. قائد فرجاني منينة مفوضية بنغازي قائد بحرية. تشرفنا قادة بليك انت تعطيني رايكم في التدريب بصفة عامة. الحمد لله اليوم ختام المخيم كان التدريب كويس، استفدنا منه نحن كبعثة ليبية، تعرفنا على ثقافات واجد. كان في جو وكل ان كشافة التونسية والليبية ما حسيناش به الحق، وكان مخيم كويس بكل استمتعنا به واستفدنا منه. به قائد كي تعطيني شنو اهم الحاجات اللي خذيتها من التدريب هذا؟ والله اهم حاجات اللي خذيتها توا باش نقول لك تبي تزرني قدام الكاميرا نقول لك شنو اهم حاجات اللي خذيتها. الحق دروس مستفادنا منها كلن. هذا قال لك الكشافه الليبيه والتونسيه ما حسيناش بها، حسينا بها بالقوه. هو قصده ان شنو جو ما حسيناش بالغربه. تمام. اما الدروس اللي خذيناها دروس منيحه على خرينا الاساسيات الحركه الكشفيه. تمام. وكما تعدي لنا 10 دروس اعطوهم لنا. تمام. فالحمد لله يعني اليوم الختام وكان يعني بأفضل صورة ممكن. يعني المخيم كان
بصوره ممتازه فوق ما نحن نتخيله يعني. الحق استفدنا بحاجات واجد أنا، وكان تطبيق حتى شبه عملي. حاجات واجد كيف أن نتحمل المسؤولية أكثر، كيف تتصرف في برامج واجد زي المنهاج والبرنامج الكشفي، النوتة متاعها كيف توتيها، حاجات زي هيك. عسلامة، أنا قايدة إسلام بالحاج علي، قايد مرشدات فرقة فاطمة الزهراء فوج قليبية جهة نابل، وزاد أنا قايد أعلام في قسم المرشدات. والله أنا سوبر شارع أول حاجة. ثاني حاجة ما شاء الله معناتها القيادات أعطونا برشا تدريب باهي، تحفزنا أكثر، تعلمنا برشا حاجات من قبل، وإن شاء الله اللي يعطوهم نكملوا بهم ونوصلوا بهم باش احنا القائدات نكونوا نوصلوا حاجه للمرشدات معناتها تدريب باهي، ومخيمات معناتها كيفاش نعملوا الاداره نتاع مخيم الصيفي، وكيفاش احنا نوثبوا رواحنا. حسب ربي نحب نوصل كلمه لمرشداتي. باهي مرشدات فوشي قليبيه فرقه فاطمه الزهراء، حبيت نقول لكم بلاتي نحبكم برشا ونحبكم قادم الثانيين كيفنا.